مرحبا حبايبي، يعطيكم ألف عافية. عندي لكم اليوم دجاج بالكاجو على طريقتي. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بسم الله. أبدأ الآن أحط الدجاج في البيض لحد ما انتهي بهالطريقة. هنا أبدأ في القلي. والآن خلصنا الدجاج ونكمل طبخة. طبعا من نفس الزيت اللي قلينا فيه نكمل فيه الطبخة. نحط نص البصل، نحط الجزر، نحط الفلفل البارد او الرومي ونقلبهم. نحط الكاجو، نحط البصل الاخضر، ممكن تحطي كزبره او بقدونس اذا ما يتواجد او مو مهم. اهم شيء الاشياء اللي انا حطيتها الان، واذا نقص شيء نحط البهارات مع مرقه الماجي. نحط معجون الطماطم، طبعا واحده كامله. نقلبهم كده دقيقه. بعدين نحط الملح، شوية كمون مع فلفل حار، نبدأ نحط الموية المغلية طبعا، لحد ما تغمرها الموية. ما أكثر من كذا، لا بس كذا يعني توصل الموية على حدها كذا. تغلي دقيقتين، بعدين نحط الدجاج. قبل الدجاج بعد ما يغلي نبدأ نحط النشا الذرة. نذوب ملعقتين نشا الذرة في نصف كاس موية. نقلب المزيج كذا. نحط العسل، ملعقتين عسل كبيرة. هذا يتسبك، شفناه مرة ثقيل، ممكن نزيد موية. نحط الدجاج. هنا حطينا الزيت، الباقي من البصل والفلفل الرومي. نقلبه لحد ما يستوي كذا شوية، يصفر، وبعدين نحط عليه بهارات مصححة. ونضيف الملح. خلاص الحين صفر البصل، نبدأ نحط الموية. نحط الرز منقوع، طبعا الرز منقوع من ساعة. حطينا الرز خلاص، زدت شوية موية لأن شفت الموية ناقصة. نغطي عليه لحد ما يستوي. أحط خل، هنا الرز استوى
والدجاج بالكاجو كمان استوى والريحة جنان، الله عليها ما شاء الله. طبعا المكونات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ودمتم سالمين من مطبخ حلوم، وفي أمان الله.